ضخامة البطولة كانت بشيء واحد: عظمة وكرم الشعب العراقي. قبل المباراة النهائية بين المنتخب العماني والعراقي ب4 ساعات المدرجات فل، حول الملعب فل، الشوارع فل، البصرة فل. يا ربي على الشعب العراقي، شعب يتنفس كورة. كلنا شميناها. بدأت المباراة، النية كانت واضحة عند المنتخب العراقي، ضروري هدف من بداية المباراة عشان يضغطوا على المنتخب العماني، ومن تسديدة غدارة من إبراهيم بايش فجر الملعب كامل. وبعدها المنتخبين لعبوا كر وفر، ولكن المنتخب العراقي كان أخطر، وانتهى الشوط الأول بتقدم العراق 1-0. الشوط الثاني دخل المنتخب العماني بقوة يريد يعادل النتيجة، لكن الدفاع كان جبل، وفجأة تحصل على ضربة جزاء بعد مراوغة روعة من صلاح اليحيائي، والجبل جلال تصدى لها. لكن الغدر أتى في الثانية الأخيرة من وقت بدل الضايع، ضربة جزاء لعمان، ولكن هذه المرة سجلها صلاح اليحيائي، ودخلوا على طول الأشواط الإضافية. الشوط الإضافي الأول كان ممل، لكن الشوط الثاني كان حماس ألف. انتفضت المدرجات بعد احتساب ضربة جزاء وسجلها أمجد عطوان. يسكت المنتخب العماني؟ لا والله، راسية يسكنها بالشباك. لكن أجمل ردة فعل يعملها العراق برأسية مناف يونس. يا ربي على جنون الكورة. وتنتهي المباراة بفوز أسود الرافدين بكأس الخليج. ألف مبروك للعراق الغالي. باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر، مباراة تعيد الأيام الجميلة بين ميسي ورونالدو، ولكن خارج برشلونة وريال مدريد. طبعا ميسي بصم على أول الأهداف بالدقيقة الثالثة، لكن كريستيانو عصب وقال ما راح تجي ديرتنا وتتألق لحالك. وبعد ارتقاء عملاق يصاب الأسطورة كريستيانو بعد بوكس من نافاس، ويتحصل على ضربة جزاء هوب سي يهز الملعب. وطبعا باريس عدل النتيجة، لكن كريستيانو رجع لأيام الفتوة ويسجل هدف على كيفك. على أيام زمان. والشوط الثاني يرجع يتقدم باريس سان جيرمان عن طريق حبيب الماما مبابي، لكن نجوم النصر والهلال يعادلوا النتيجة وتنتهي المباراة بالدقيقة 60. هاو كيف تعتقد راح نكمل المباراة بعد خروج كريستيانو وميسي ومبابي ونيمار؟ يا رجال قم ارقد. برشلونة راح يلعب مع فريق اسمه سبتة ولا 7 آسف لا تغلق المقطع. المباراة كانت غدر، ظلام، ما في ضوء، تحس انهم يلعبوا بأتاريك. لكن مع ذلك رافينيا يقدر يشوف الهدف وسجل اول اهدافه مع برشلونة. عارف انه مش اول اهدافه، بس يا اخي اخر مرة سجل يوم كانوا يلعبوا حافيين. الشوط الثاني ما تأخر برشلونة، هبش بين الغدر. اول شيء معلومة، الغدر يعني الظلام. المهم، وكان اي واحد منقص اهداف عادي يسجل. ليفا سجل هدفين، فاتي سجل هدف، وكيسيا سجل هدف، وتنتهي المباراة فوز برشلونة 5-0. ريال مدريد الكاس عن اخر مباريات في الدوري عن تسديده. عاد احنا قلنا يا الله يا كريم. ريال مدريد قدم أسوأ أشواطه هذا الموسم، فيا ريال جابهم جلاس، ويختم الشوط الأول بالهدف الثاني. لكن الشوط الثاني دخل ريال مدريد متوحش، رجعت روح البطل مرة ثانية. إيش القوة والروح الذي دخل بها؟ لا مش طبيعي. فينيسيوس سجل أول الأهداف، 10 دقائق ضغط عالي عشان يسجلوا التعادل، لكن الريال ما اكتفي بالتعادل، ضرب ضربته الأخيرة عشان يثبت للجميع أن الليث الأبيض لا يموت. السيتي وتوتنهام دخلوا بأقوى ما عندهم، يريدوا يعوضوا الخسارة الأخيرة. السيتي كالعادة مسيطر 1000، وتوتنهام مرتدات. مباراة كانت هدوء، وفي وقت بدل الضايع تقريبا لاعبين السيتي اعتقدوا ان الشوط انتهى، وتوتنهام رزعهم 2 على السريع بغضون دقيقتين. بين الشوطين بيب جاب كفين بنص الوجه للاعبين عشان يسترجلوا، ودخلوا الشوط الثاني مولعين نار، وسجلوا هدف على السريع عن طريق الفاريز. دقيقة واحدة بس هالاند يسجل الثاني. ايش القوة، ايش اكلهم بيب. تعتقدوا السيتي خلص؟ رياض محرز فخر العرب يعمل الجول العالمي، أمانة شغل نظيف. والآن عرفتوا ليش برشلونة تخرج من البيض لونجلي. شوفوا هدف الأسطورة رياض الرابع، لونجلي عمل خطأ باقل، وتنتهي المباراة بفوز رياض محرز على توتنهام.